قضاؤه شلون؟ قضاؤه هم شنو؟ تمام، اقض ما فات كما فات. سؤال: نحن عندنا أئمة أهل البيت عليهم السلام كثيرين، ويقولون كلهم واحد، كلهم نور واحد. قبل كل شيء دير بالكم هذا اليوم يوم عظيم، يوم ثالث الإمام الحسين عليه السلام. يعني إلى هذا اليوم بدن الإمام وشهداء على تربة كربلاء. اليوم زين العابدين وبني أسد جاءوا لدفن الشهداء ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفن. لكن مع الأسف نحن في عشرة العاشوراء زحام وحضور. الآن بداية العزاء خلاص راح إلى 40، مع العلم بأن الآن بداية العزاء. هو الآن قبل يومين قد قتل ابن رسول الله. سؤال: ابنك يسأل عنك، صديقك يسأل عنك، يقول كلهم نور واحد، أئمة عليهم السلام كلهم نور واحد، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا حديث من رسول الله، قاما أو قعدا. خب هذه الأئمة عليهم السلام استشهدوا، ليش؟ فقط للعزاء الإمام الحسين تاسوعاء وعاشوراء واللتم، ويخرج من الأبدان من الرؤوس دماء، وطوبى لهم ومرحبا بهذه العزاء وهذه الأحاسيس وهذه العواطف. ولكن ليش؟ ايش معنى هذا التبعيض؟ ليش؟ لماذا مثلا للإمام المجتبى ما عندنا هذا الشيء؟ رسول الله أكبر شخصية، لأن الإمام الحسين حفيد سبط رسول الله. طب ليش؟ هذا السؤال مهم. لاحظوا إخواني، أنتم لا فقط عندكم تاسوعاء وعاشوراء، خلي أقول لكم أكثر من هذا. أنت تحذر في الحج، حج يرتبط بالإمام الحسين، حج سفر الحج كانت زيارة بيت الله، وقمة الحج العرفة، الحج العرفة، في عرفة في صحراء عرفة هنا يقولون زيارة الإمام الحسين، دعاء الحسين في يوم عرفة. الإمام الله أكبر، عجائب. الله سبحانه وتعالى يوم عرفة أول شيء ينظر إلى زوار قبر الحسين، ثم ينظر إلى زوار بيته في بيت الله، ياسر الله وابن ساره. زين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. طب شنو في ليلة القدر؟ زيارة إمام الحسين. يوم القدير زيارة إمام الحسين. يوم مولد أمير المؤمنين راجعوا في مفاتيح الجنان تقريبا أكثر من 50-80 زيارة الإمام الحسين بمناسبات مختلفة. شنو هذا؟ لماذا إخواني وأخواتي؟ ليش هذه العظمة للإمام الحسين؟ خلي أعلمكم شيء.